السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قصة النهاردة هي الجزء الثاني من قطر الفزع. آسف، مش هقول اسم المكان عشان الخصوصية وعشان مش لازم حد يروح هناك ويعيش نفس المعاناة اللي أنا عشتها. لكن خليني أقول لكم، هي قرية أولها حرف طه. رجعت البيت بعد ما سمعت اللي حصل مع عم عبد الباسط سواق القطر، وطبعا كلامه اتصور صوت وصورة. بدأت أفرغ الفيديو وأسمعه مرة واتنين عشان أسمع التفاصيل كويس، وكلامه لسه بيرن في وداني. التحذير واضح إني مروحش هناك، لكن أنا لازم هروح. مينفعش أقتل الفضول اللي عندي، لازم أعرف الحقيقة كاملة. اتصلت بسليم وقلت له جهز نفسك، احنا رايحين بكرة للقرية. انت مصمم تروح بعد اللي سمعته يا حمزة؟ ايوه مصمم اروح، ده تحقيق هيقلب الدنيا. مش عارف ليه حاسس انه هيقلب حياتنا احنا شخصيا. جمد قلبك يا سليم شوية، مش هينفع كده. حاضر يا سيدي، خلينا وراك لحد ما نشوف اخرتها. قفلت مع سليم وانا خلاص واخد القرار. انا هروح يعني هروح، ما فيهاش كلام. نمت وظبطت المنبه على الساعة 8 الصبح. نمت نوم عميق وصحيت على رنة المنبه. اتصلت بسليم وقلت له يلا قوم وجهز نفسك. حاضر، اديني قايم اهو. ماشي، اجهز ورن عليا. بعد شوية سليم رن عليا ونزلت عديت عليه، وبدأنا رحلتنا للقرية. عندي شعور بالشغف والخوف في نفس الوقت. ركبنا عربية وعرفنا إن المسافة للقرية 7 ساعات. قلت أنام شوية، وفعلا نمت. صحيت بتلف حواليا، إيه ده؟ أنا مش في العربية، أنا في مكان ضلمة ومش شايف حتى إيدي. اتكلمت بصوت عالي وقلت أنا فين؟ وإيه اللي جابني هنا؟ أنت فين يا سليم؟ أنت فين؟ لكن فجأة حاجة نورت في وشي، وشفت أكتر منظر مرعب شفته في حياتي. سليم كان واقف ووشه كان محروق جدا، وعينه جحظة لبره وشكلها غريب، وصرخ في وشي صرخة جامدة. وصحيت مش فاهم أي حاجة ومش عارف إيه اللي حصل. لقيت نفسي في العربية وسليم نايم جنبي. أخدت نفس عميق وقلت الحمد لله إنه كابوس، الحمد لله. لكن كده أنا بدأت أقلق من المشوار ده. أصل أنا من الناس المؤمنة بوجود علامات قبل المصايب. المهم وصلنا قرية كبيرة، البيوت فيها من دورين وتلاتة، وعلى يميني في ترعة كبيرة. لكن اللي أخدت بالي منه إن البلد فاضية، مفيش حد ظاهر في البلد نهائي، رغم إن الساعة دلوقتي 6 المغرب يعني. لكن اكتشفت إني كنت غلطان. البلد كلها متجمعة قدام بيت خارج منه صراخ رهيب ومفزع. ما كنتش فاهم إيه بالظبط. اتحركنا ناحية لمة الناس عشان نفهم في إيه، وبدأنا نسأل هو في إيه اللي بيحصل يا جدعان؟ الأول كانت الناس بتبصلنا وتسكت، لحد ما خرج واحد كده من البيت، شكله شيخ من مظهره كده، الدقن والجلابية والسبحة، وقال لنا محدش يدخل عنده دلوقتي خالص، وانا بكرة هاجي تاني عشان نكمل الجلسة. ما كنتش فاهم في ايه وجلسة ايه. واحد من الناس اللي واقفة بصلنا وقال انتوا مين يا اساتذة وبتعملوا ايه هنا؟ انا اسمي حمزة وده سليم، احنا معانا قناة وعاوزين نسأل عن المخزن الموجود فيه القطارات المتكهنة. مخزن ايه وقطارات ايه؟ امشوا من هنا بسرعة، ما عندناش حاجة نقولها. عيب المعاملة دي، ده احنا اصلا ضيوف عندكم. انا اسف مقصودش.
بس كفاية الأذى اللي احنا فيه، كفاية اللي بيحصل ده. احنا مش عاوزين نتكلم في الموضوع ده تاني. تمام، بس ايه اللي بيحصل بالظبط؟ في الوقت ده اتدخل الشيخ وقال: تعالوا معايا يا ابني، انا الشيخ نور الدين، تعالوا معايا انا افهمكم على كل حاجة. فعلا رحنا مع الشيخ نور الدين وقعدنا في مكان زي منظرة لاستقبال الضيوف، وبعدين واجب الضيافة. اتكلم وقال: شوفوا يا أساتذة، الموضوع ده بدأ من بداية ما اتعمل المخزن ده، واتقال إنه هيتكهن فيه الإطارات اللي عملت حوادث. وفعلا بعد فترة بدأت تتنقل القطارات دي للمخزن، والمخزن طبعا كان عليه حارس، والدنيا ماشية تمام لحد كده. تمام، لحد ما في يوم سمعنا عن قطر حصلت فيه حادثة غريبة، ناس نطت منه وواحدة جوزها قتلها. والقطر رغم انه جديد لكن قرروا انه يتكهن مع القطارات الموجودة في المخزن. اليوم ده انا فاكره كويس، كأنه كان امبارح. صحينا على صوت خبط ورزع على البيبان، فتحنا لقينا حارس المخزن اللي بالمناسبة اسمه عيد، كان بيترعش وبيقول: في حاجة مش طبيعية، في حاجة مش طبيعية في المخزن، في أصوات جوه، أصوات صراخ وناس بتتكلم، في عفاريت جوه. طبعا الناس ما صدقتش حاجة من الكلام ده، خصوصا لما راح معاه عدد من الناس وما سمعوش أي حاجة، وقالوا عليه بيتخيل أو مجنون. وعلى فكرة عيد ده من أهل البلد، وهو اللي أنا كنت خارج من بيته دلوقتي. سألت الشيخ وقلت له: هو عيد ده اتلبس يعني؟ عيد اتمس من الجن، وأنا دلوقتي بحاول أعالجه، لكن صدقوني اللي أحكيه دلوقتي ده حصل وبشهادة أهل البلد. لما الناس مشيوا وقالوا عليه مجنون، هو مسكتش وحاول يعرف الناس اللي سمعوا، وقرر يدخل المخزن. بعد ساعة بالظبط سمعنا صراخ مفزع من الشارع. خرجنا نجري عشان نعرف ايه الصراخ ده. كان عيد وشه مليان جروح، وكان بيقول كلام غريب محدش كان فاهم منه حاجة. كان بيقول: الست جوه القطر مدبوحة وعايشة، الدم في القطر كتير، الكمساري ميت. بدأت أقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، فضل جسمه يرتعش ويتشنج، وبعدها اتكلم بصوت مش صوته وقال: اللي هيقرب مني أحرقه، مش هخرج، هو اللي أذانا، هو اللي أذانا. عينين عيد بدأت تنزف دم، كنت أول مرة أشوف حالة بالصعوبة دي. ولسه أفكر لقيت عيد هجم عليا وبدأ يخنق فيا. أهل البلد اتدخلوا وشالوه من عليا وربطوه في السرير. بعد أول أسبوع بالظبط خرج والد عيد وفي إيده جيركن بنزين، وقال إنه هيولع في المخزن. خرجت عشان الحقه، لكن اللي حصل كان ولا في الأحلام ولا اللي بيحصل في أفلام الرعب. الراجل وقف قدام المخزن وجسمه اتخشب، ورفع الجيركن ودلق البنزين على نفسه، وخرج الكبريت وولع في نفسه. منظر صعب مش أي حد يتحمله. ومن يوم الحادثة وأنا بحاول أعالج عيد، بس لسه هو محتاج جلسات كتير عشان يتعافى. في الوقت ده أنا قلت للشيخ نور الدين: أنا عايز أدخل المخزن وأشوف اللي بيحصل فيه بنفسي. تشوف إيه يا ولدي؟ بعد اللي حكيته ده عايز تدخل؟ مستحيل طبعا. أرجوك يا عم الشيخ. ملحقتش أكمل عشان صوت صراخ الناس ملا الشارع. فتح الشيخ الباب واحنا وراه، وكانت الصدمة.
وبكده هتبقى خلصت حلقة النهاردة، ونشوفكم في الجزء التالت والأخير إن شاء الله. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. سلام عليكم.